الجيم عشان تصغري ظهرك وتضيعي دهون الدراعات والجوانب والبطن، بس فجأة بتلاقي نفسك ظهرك بقى أعرض وبقى شكله ذكوري؟ تعالي أقول لك المصيبة دي بتحصل إزاي. الصدمة بقى إن تمارين المنطقة مش معناها حرق دهونها، التمرين ملوش علاقة بحرق دهون منطقة معينة. خسارة الدهون بتشتغل بميكانيزم اسمه عجز السعرات، يعني بتاكلي أقل من احتياجك فالجسم بيحرق من الدهون اللي متخزنة دي. اما التمرين بقى ده ميكانيزم تاني خالص، بيشتغل على بناء وتكبير الكتله العضليه. يعني لو فضلتي تتمرني كتير بفوليوم عالي على منطقه معينه، العضله هتكبر بس هتزق الدهون اللي فوقيها وهتباني اعرض واضخم. بشوف بنات كتير ظهرها عريض او متجمع فيه كتل دهنيه وتدخل الجيم تلعب لات بول داون بنت اوفر رو وجهاز الهامر وباك اكستنشن وبوش داون وكابل ارضي، كميه تمارين لا حصر لها ولا عد. النتيجه انت كده بتعملي اوفر تريننج وهتعرضي ظهرك بزياده وهتضيعي الانوثه والشيب اللي نفسك فيه. هل تفتكري هسيبك كده من غير حل؟ الحل ايه بقى اللي يخليكي تضيعي الدهون من غير ما تعرضي؟ الخطه من جزئين. الجزء الاول بيبدا في المطبخ، عجز السعرات الحراريه اليومي عشان الدهون العنيده دي تنزل. تاني خطه التمرين الذكي، هنمرن الجزء العلوي كله مره واحده بس في الاسبوع، يعني فول ابر بادي، مش هاخد تمارين عزل لوحدها لكل منطقه. يعني ظهر بنش كتف باي وتراي كلهم في يوم واحد بفوليوم متوسط وتكرارات كتير واشكال قليله جدا. العضله الكبيره ماكسيموم 3 اشكال والعضله الصغيره شكل واحد بس، يعني الظهر والشيست 3 بالكتير قوي والباي والتراي كل واحد فيهم شكل. التمرين الذكي هو اللي بيعمل جسم انثوي متناسق، مش كتر الهبد في الجيم والاجهزه. لو لسه بتعملي اللخبطه دي في الجيم وقفي فورا واكتبي لي في الكومنتات ايه اكتر منطقه عنيده عندك علشان نعمل عنها الفيديو الجاي، وسيبي الفيديو وشيريه لصاحبتك اللي بتعمل كده في الجيم.